لا يزال موضوع الملك ومرض الملك وتداعياته وآثاره المتوقعة هو الذي يسيطر على اهتمام الناس. ولكن يعني الواحد يعترف أن آل سعود لديهم قدرة على الكتمان، لديهم قدرة على حصار المعلومة. يعني الملك في وضع سيء جدا، وربما يكون حتى توفى الله أعلم، وهم متمكنون أن يحجزوا المعلومات. يعني أنت عندك فريق طبي كبير، وعندك ممرضين، وعندك فنيين، وعندك يعني المجموعة التي حتى لو كان الناس يمنعون من زيارته تبقى دائرة كبيرة على علم بما يجري للملك. فكونهم يستطيعون أن يحتفظوا بالمعلومة هذا بصراحة إنجاز. يعني طبعا هو لن يتم احتفاظ المعلومة إلى الأبد، لكن إخفاءها لهذه المدة إنجاز. يعني المعلومات المتوفرة الآن أن وضع الملك، وأنا كطبيب ما يصلني من معلومات يدل على أنه قلبه انتهى، يعني قلبه في وضع سيء جدا. صعب أن نتصور أنه لا يزال ينبض أصلا. هل لا يزال حي وحد الأدنى من الحياة، أو أنه توفي وقد أخفي خبره؟ الله أعلم، لا نعلم. يعني لم يصلنا حتى مصادرنا التي كانت تسرب شيء من المعلومات، حتى هذه المصادر الآن لم تعد تستطيع، في إغلاق كامل يعني على للمعلومات. ربما تتضح الصورة خلال يوم يومين، لأنه قبل 3 أيام كان وضع الملك في حكم قلبه تدمر بالكامل، يعني لم يبقى فيه شيء. فربما يفترض أنه اليومين هذه يتبين شيء. فالملك وضعه سيء. لماذا هذا الإخفاء؟ لماذا إخفاء الخبر؟ واضح جدا السبب. يعني لو كانت وفاة الملك لا تشكل مشكلة، مثل ما وفاة فهد ولا وفاة خالد ولا وفاة فيصل، لو كانت وفاة الملك لا تشكل مشكلة أو أصبح إعلان الوفاة شيء طبيعي. لكن لماذا هذا التكتم يا أخي؟ أنت عندك واحد مريض بيموت، ولماذا هذا التشدد في المعلومات؟ مريض مات انتهت السالفة. السبب هو غموض طريقة إدارة البلد، هذا السبب. يعني حينما مات فيصل كان هناك وضوح أن خالد ملك وفهد ولي عهد. حينما مات خالد كان هناك وضوح أن فهد ملك وعبد الله ولي عهد. حينما مات فهد كان هناك وضوح، عبد الله ملك وسلطان ولي عهد، ما في كلام، يعني سلطان ولي عهد. الآن مات سلطان ومات نايف، وجابوا سلمان عنده الزهايمر وما يدري عن شيء بالدنيا. آسف، بالمناسبة دائما يسألون الناس عن الزهايمر، يقولون هذا هو يتكلم طبيعي وشو الزهايمر. بالمناسبة ودي أركز على هذه النقطة، ورجاء ركزوا حتى ما حد يعيد علينا السؤال. الزهايمر يتكلم طبيعي، يتعامل مع الناس طبيعي، يوجب الناس، يسلم، يروح ويجي، كل من يعرفه من قبل أن يصاب له زهايمر عادي. كل ممارسة يمارسها قبل الزهايمر يمارسها عادي، يقرأ، يكتب، يتكلم، يلبس، يطلع في مظهر طبيعي، كل هذا عادي، ما عنده مشكلة فيه. إشكالية عند الزهايمر هو في الذاكرة الحديثة. يعني الذي يسمعه الآن بعد 3 دقائق أو 5 دقائق ينساه، وهذا يؤدي إلى أن قدرته على القرار تصير صفر. يعني يجلس في اجتماع مثلا ويناقش حاجة في هذا الاجتماع، ما يعني كلما مرت 5 دقائق انتهت الذاكرة، مسحت الذاكرة التي قبلها، فيجب أن يجدد معه الكلام. إذن إذا يستطيع أن يجمع معلومات يبنيها يراكمها على بعض حتى يصنع بها صورة ويتخذ تجاهها قرار، هذا هو مرض الزهايمر. لكن عادي يسلم على الناس ويروح ويجي ويتكلم ويعرف فلان هو يعني هذا الألزهايمر. يعني قد يتقدم التلف الدماغي إلى درجة أنه ينسى حتى الماضي، هذا شيء ثاني ما له دخل بالألزهايمر. الألزهايمر هو ما وصفته، هو الذاكرة الحديثة، وهذا الذي يؤدي إلى أن قدرة الذي عنده الزهايمر رغم أنه يبدو طبيعي ويتكلم طبيعي ويتعامل مع الناس طبيعي، لكنه قدرته على القرار صفر. لا يصلح، لا يكون لا ملك ولا مسؤول عن أسرة
ولا مسؤول عن مال ولا مسؤول عن شيء أبدا. ما يستطيع، ما يمكن أن يكون حتى مسؤول عن نفسه، ما يستطيع، لأنه لو يغير بيته مثلا ما يستطيع يرجع لبيته، لو يمشي في طريق ما يستطيع يوكد وين مشى وين جاء. فهذا وضع الأمير سلمان، لذلك كلهم يعلمون أن استلام المسؤولية لن يحل المشكلة. يعني عبد الله لما استلم المسؤولية بعد فهد، عبد الله ملك أصلا قاعد يدير البلد له، هو الذي كان يدير البلد بعد فهد، فما كان في مشكلة. سلمان يعتبر في حكم الغائب، في حكم الشاغر، المنصب شاغر حقيقة، والتفاهم عليه تفاهم فقط لدرء الفتنة بيناتهم، وإلا ما المفروض لا يتم التفاهم عليه. هذا سبب إخفاء الخبر، عدم وجود تفاهم على من بعد الملك.